السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل فراخ مقرمشة. طعمها جميل جدا، يعني شبه كنتاكي كده. هنجيب بصل عشان عايزين ناخد ميته، وبرضك مش هنرمي التفل بتاع البصل، هنحطه في الفريزر في كيس نستخدمه في حاجة تاني، للكفتة مثلا. هنحط ملح وفي البصل وفلفل اسود وحبهان. انا عايزه اقول لكم، انا كل شغلي في اللحوم فلفل اسود وحبهان فقط. بص كده، هنعصر ايه البصلايه. صلوا على النبي يا حبايبي. هنعصر البصله واحط فيها ايه الدبابيس بتاعه الفراخ. ماشي، هنقعها شويه عقبال ما ايه. بص اهو، جبت كوبايه فاضيه من البلاستيكات اللي وحطيت فيها البصله وحطيتها في الفريزر. هحضر التتبيله بقى اللي هقلي بيها ايه وراك الفراخ. بحط ايه سنة كركم، معلقة صغيرة سنة كركم او كاري عشان تعزز اللون. ده بقسماط يا حبايبي، بقسماط العادي خالص. لو عندك عيش فينو نشفيه وحطي واضربيه في الكبة. ما عندكيش جيبي اللي هو الكيس الضحى العادي بتاع البقسماط، او بيك ريتش ده، ولا اسمه ايه. ريتش باك. اخد من التتبيله. على فكره انا بقى طبق البيض جنبي باخد منه وبحط. بص انا قاليه ليه بقى في حله، عشان كل تبقى غويطه وكل الفراخ مغموسه في ايه، عشان ما تنسوش ان دي نيه. كل الفراخ مغموسه في الايه، في الزيت، مغموره في الزيت. وبرضك بقفل عليها من حين لحين وبوطي النار. بصوا لونها يا حبايبي عامل ازاي. بصوا، مقرمشه وجميله، عايزه اقول لكم بجد تحفه. بسلق هنا مكرونه سباكيتي. لا يا رب مش سباكيتي دي، ده عقل. بصوا والطعم روعه، وهفتحها لكم من جوه مستويه وجوسي وما فيهاش حاجه خالص يعني. انا كذا مره اعمل الطريقه دي، جميله جدا جدا. بصوا يا حبايبي، قعدت حدود 10 دقايق على نار هاديه. بصوا اللون وطعمها روعه، جربوها والله فعلا هتعجبكم بجد يا حبايبي. ما تنسوناش الاشتراك في القناه. صلوا على النبي يا حبايبي. بصي انا برضو حاطه لما بتبقى معايا صلصه بحطها في الكوبايات ديت او في كيس شندوتشات واحطها في الفريزر، بتنفعني يوم تاني. بس يعني انا مش مسبكه صلصه المره دي، انا كانت عندي اصلا في الفريزر. طبعا الصلصه ما بترترميش. البقسماط برضو انخليه، بواقي البقسماط انخليها مطرح ما عملتي بيها وحطيها في التلاجة. بس انا بعمل لكم الشوكه كده عشان اقول لكم بصي القرمشه تحفه، عايزه اقول لكم تحفه. وانا فتحت لكم من جوه ما فيهاش ولا نقطه دم، ومستويه وجوسي وجميله يعني. جربي الطريقه دي، سهله وهتعجبك جدا وبسيطه. ويعتبر كده يوم من ايه، تقضي كده حاجه حلوه يحبوها العيال. بصوا من جوه، بصوا بفتحها لكم ازاي. ايه رايكم؟ السلام عليكم ورحمه